السلام عليكم ورحمة الله. لما الإنسان يغلط أو يرتكب ذنب وعايز يتوب، ما يتشردش على ربنا بقى ويقول له لو حصل كذا كذا أنا هتوب. أنت بتستعبط ولا إيه؟ أنت بتتشرط على ربنا سبحانه وتعالى إزاي يعني؟ أنت تتوب عن الذنب اللي أنت عملته وتستغفر وتعمل عملا صالحا، مش تقول له انا لو مثلا لقيت كذا 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 انا هتوب. لا، غلط، ما ينفعش. يعني مثلا انا حكيت لكم عن الشاب اللي, اللي خطيبته او حبيبته خدعته واتخطبت لواحد تاني، فانتقم من كل السيدات ومن كل البنات وخرب بيوت ياما، والناس اتطلقت بسببه ياما، وفي بنات قعدوا من الجامعة ياما بسببه عمايله. وهم برضو عمايلهم وحشة، بس مش احنا اللي بنحاسب الناس، ما نخربش بيوتهم. المهم ربنا انتقم منه ولقى ان بنت خالته واخواته البنات نفس الكلام، فاخواته بيمسحوا الرسايل، فهو مش عارف يمسك عليهم حاجة، فهو ندمان ان هو عمل كده. بس بيشترط على ربنا سبحانه وتعالى انه لو كان فعلا اخواته ما بيعملوش كده انا هتوب. ده عبيط ده ولا ايه؟ مقالات مقالات محمد سعد. عبيط ده ولا ايه؟ انت عبيط عبيط. ايه العبط ده؟ ربنا سبحانه وتعالى ما تتشردش عليه، انت تستغفر ربنا وتتوب اليه وتصلي وتدعي ان ربنا يستجيب دعائك ويقبل توبتك. واوعى تعمل كده تاني، اوعى تهكر موبايلات الناس اللي هم استأمنوك عليها. انت خاين، خاين الامانة. فربنا عاقبك باخواتك وبنت خالتك ان هم زي الناس اللي انت بتعمل فيهم كده، زيهم، عشان تشرب من نفس الكاس. ونرجع برضو نقول برضو التربية. ما انت ما لو اخواتك بنات متربية ما كانوش عملوا كده. والزوجات انا مش بعدلهم اعذار، لا، هم برضو الزوجات هم يستاهلوا. ما هو ربنا بيستر على البني ادم مرة واثنين وثلاثة، وبيجي بقى لما هي برضو ما فيش فايدة، هو عايش في غيبوبة، والعوذ بالله. الشيطان مزين لهم اعمالهم، ففضحهم. هيجي في يوم يفضحهم فيه، لان هم تمادوا وفجروا، فخلاك انت سبب. وعشان انت برضو تماديت خلاك ذقت من نفس الكاس. بس لما تيجي بقى التوب ما تتشردش على ربنا وتقول يا رب لو لقيت اخواتي فعلا مظلومين وما عملوش كده، اني هتوب، انا هتوب. تتوب ايه؟ انت لازم تتوب بدون شرط. ربنا سبحانه وتعالى محدش يتشرط عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة وأسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ودي شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين، يا رب يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.